السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اغلى واجمل متابعين في الدنيا؟ يا رب يوصلكم الفيديو ده وانتم في احسن صحة واحسن حال. كل عام وانتم بخير وصحة وسعادة يا رب. رمضان كريم علينا وعليكم وربنا يجعلكم من اولاده ان شاء الله. النهاردة هنعمل صوابع او اصابع البطاطس المقرمشة. طريقة سهلة وجميلة جدا. معايا 3 حبات البطاطس دولت كده، اقطعهم زي ما هتشوفوا. تقطيعة كده، زي ما شايفين كده مربعات كده. هيتسلقوا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. دايما خلوا لسانكم دايما رطب بذكر الله. طبعا الايام دي ايام مفترجة وجميلة كده. ربنا يسعدكم يا رب ويفرحكم، وربنا يسعد كل مشترك جديد وقديم معايا من زمان. ربنا يفرح قلوبكم يا رب زي ما فرحتوني باشتراككم، ويسعدكم يا رب سعادة ما تشوفوا بعدها شقاء أبدا. هنعملها، هنحطها في الحلة كده زي ما شفتوا، وافضي عليها مية، اغطيها بالمية عشان تتسلق. على بال ما تتسلق هنجهز بقى الخضار اللي هنحطه عليها. معايا يعني شوية بقدونس صغيرين، شوية من النعناع، وقرن فلفل كده، والقرن الصغير دوت حراق شوية، حابة يكون فيها شوية شطشطة كده. طبعا هقطعه صغير اوي كده زي ما انتوا شايفين عشان يبقى ناعم، ما يعني ما يظهرش اوي فيها، مش يبقى فيه قطع خشنة يعني. وقطع النعناع برضو زي ما انتوا شايفين كده. النعناع دون صغير كده وجميل من عندي، زرعته مع شوية حاجات كده في حتة جنب البيت كده، بزرع فيها الحاجات المهمة دي، البقدونس والنعناع والروزماري. هقطعه برضو ناعم زي ما شايفين كده، عشان الحاجات دي هتنضاف على البطاطس بعد ما تتهرس هرسة، يعني ممكن تبقى ناعمة قوي يعني. كمان هقطع الفلفل ناعم قوي برضو، اهم حاجة الحاجات دي تبقى ناعمة كده. طبعا الوصفة دي كانت ماما بتعملها لنا زمان، بس ما كانش بنضيف في يعني بعض الحاجات كده، مش كنا بنضيفها، بس بنضيف حاجات تانية. ممكن برضو تعمليها بنفس الطريقة ديت. وفي حاجة قبل ساعة ما اوصلها هقولك بلاش الإضافة دي عشان تبقى زي بتاعة المطاعم اللي بتعمل في السندوتشات دي. شايفة هرستها ناعم ازاي؟ ممكن لو عايز تعمليها على المصفى كمان، عندك مصفى عايز تعمليها عليه تبقى ناعمة برضو. هنضيف كل المكونات ديت، الفلفل والنعناع والبقدونس، وهنقلبها كويس قوي. طبعا انا ضفت الملح عليها قبل ما هرسها عشان يتقلب فيها كويس. هي كده بقت زي الفل. هضيف بقى دول 100 جرام من الجبنة الرومي الطازة. طبعا هي مفروض الوصفة دي جبنة شيدر، لكن انا مش متوفرة عندي، حطيت من اللي عندي، كانت في التلاجة لقيتها 100 جرام بالصدفة وحطيتهم يعني. طبعا هنحط 5 معالق نشا. انت لو حابة بقى مش عايزاها تتحمر، بلاش اضافة النشا، ولحد اخر حاجة الجبنة وقفي. بصراحة كان طعمها جميل جدا بدون التحمير يعني. احنا هنضيف النشا وهنقلبه كويس. طبعا ما ينفعش تتاكل والنشا عليها كده من غير ما النشا لازم يدخل النار، عشان يعتبر زي الدقيق. ما ينفعش نحط دقيق ولا نشا من غير ما ينحط على النار. هنسيب بقى المعلقة خالص وهنقلب بايدينا عشان نضمن ان هي اتقلبت كويس اوي زي العجينة كده. هنعجنها ونقلبها كويس اوي كده زي ما انتوا شايفين كده. بصراحة طعمها جميل جدا والله. وحاجة جديدة يعني، بنحاول. هي بطاطس لكن شوية اضافات وطريقة مختلفة شوية، وهتبقى زي الفل. لا اله الا الله. طبعا غسلت ايدي عشان كانت ماسكة فيها شوية.
هنعملها قطعتين او حسب ما انت عايزة، يعني هتفردي قطعة منها وهتسيبي التانية تفرديها بعدين. كورها كده كويس ونقلبها كويس عشان ما تكونش متفتحة. دوت نشا، مش دقيق، رشة نشا. ونقص ايدينا برضو كده بنشا خفيف. هغسل ايدي طبعا عشان كان ماسك فيها برضو، وعوزها كده نشا خفيف ونبطبطها كده كويس. بتفرد بسرعة، مش محتاجة نشابة ولا محتاجة اي حاجة. نقلبها الناحية التانية عشان نضمن ان هي من كل ناحية كده مظبوطة، وظبطيها كده من كل ناحية. ولو في حتت فتحت منك دخليها كده في بعضها. هي جميلة وسهلة ومفيهاش اي مشكلة خالص، اي حد ممكن يعملها. بس الفكرة بقى تيجي للواحد ازاي يعني زي ما قلت لك، ممكن بعد قبل ما تحط النشا خلاص تتاكل على كده عادي، وكان طعمها جميل جدا روعة. كلنا عارفين الطريقة ديت اكيد يعني. هنظبطها كده من الجناب ومن كل ناحية عشان نقطعها صوابع. طبعا الزوايد دي كلها مش هتترمي طبعا، بقى عجنتها تاني وعملتها برضو اصابع زي ما هتشوفوا كده. طبعا لو فرشة طبعا مفرش سيليكون زي كده مش هتضغطي جامد، مش محتاجة ضغط جامد يعني، هي سهلة. بس يعتبر بتعمليها كده، بتقطعي كده دوسة خفيفة كده، مش محتاجة ضغط يعني، وسهلة في العمايل وجميلة جدا. يا رب يا حبيب قلبي اللي يعجبه الفيديو شيره مع حبايبه وأصدقائه، عشان القناة طبعا وقت طويل عدى ولسه 425 مشترك. طبعا عايزينها تتفعل أسرع من كده، وعندكم إن شاء الله وصفات جديدة دايما إن شاء الله ومختلفة، ويا رب تعجبكم. هنبدأ نشيلها بقى كده ايه يعني، سهلة مش بتتقطع يعني. بصراحة جميلة، أنا قلت أجرب كده بالبتاعة ديت المعلقة أشيل بيها، لقيتها بتتشال معايا عادي خالص، مفيش أي مشكلة يعني. اهي يا رب كده تعجبكم إن شاء الله، ودايما في وصفات جديدة إن شاء الله وجميلة. ربنا يا رب يسعدكم ويفرح قلوبكم يا رب. شايفين شكلها تحفة بصراحة، وطعمها جميل جدا. طعم الجبنة معاها يعني بصراحة جت فكرة ان انا تبقى مسلوقة ومهروسة وعليها الخضار والجبنة كده، تنفع في عشاء وفي فطار برضو جميلة جدا. يعني اللي مش حابب موضوع القلي في الزيت وكده تبقى احسن بالطريقة التانية. يعني حتى ولادي قالوا هي جميلة يا ماما بس الزيت. قلت يا جماعة طب ما احنا بنقلي في الزيت برضو بطاطس عادية يعني، قشر واقلي في الزيت كده عادي. بس مختلفة طبعا ديت، مش حابين مقلية كده في الزيت. سيبوها مسلوقة زي ما هي وعليها الخضار والجبنة، ورهيبة طعمها كان جميل. بحاول طبعا افرق بينها وبين بعضها كده عشان ايه ما تلزقش في بعضها، عشان الجبنة بتلزق. يا رب يسعدكم ويفرح قلوبكم، وتشوفوا الفيديو كده على خير ان شاء الله، وتشتركوا في قناتي وتساعدوني كده، وزي ما انا بحاول اساعدكم واقدم لكم حاجات جميلة وجديدة كده. فرحوني باشتراكاتكم دايما يا رب. طبعا فرشنا منديل عشان مناديل الورق كده على الطبق عشان الزيوت بتمتص الزيوت يعني. لا اله الا الله، نتقابل في فيديو تاني قريب ان شاء الله.